رب العالمين أكو عنده معيار آخر للنصر والهزيمة يختلف عن معايير أبناء الدنيا. معركة أحد، جاوبني بدقة، معركة أحد من حيث الظاهر النبي انتصر يا خسر؟ الظاهر خسر. أحسنتم، خسر. من حيث الظاهر النبي شنو؟ خسر، وفقد عمه حمزة، وفقد مجموعة كبيرة من أصحابه، وصعد على كذا التل أو الجبل حتى يعني أصحابه يحمون، يعني وبقى وحده هو أمير المؤمنين، وكسرت رباعيته وقريب ما ينقتل النبي صلى الله عليه لولا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين آخر حملات كانوا اثنين يلزمون الإمام علي من كثرة جراحاته، أخذه نسف الدم بحيث قام ما يقدر يوقف على أقدامه، لأن الجيش كله دار عنه بريد يقتله، والجماعة كلها هربت، بقى بس الإمام يم النبي، بس الإمام، والنبي يصيح يا علي ذدها عني كتيبة، ويهجم عليها أبو الحسن ما يرجع إلا بعد أن يقلب يمينها على شمالها، يغوصها غوص ويرجع للنبي يقول له يا علي جاءت الكتيبة الأخرى ذدها عني، فيدخل بقلبها أمير المؤمنين يغوصها ويرجع، خاف تجي كتيبة أخرى من وراء النبي تأذيه، بحيث جبرائيل فقط صبر نزل بين السماء والأرض يصيح لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وإلا الربع شردوا، الربع طبيعتهم يشردون، دوم يشردون الربع، مو جديد عليهم يعني. عمر ابن عبد ود قال لهم مو جنة ونار تقولون؟ قال له لا، قال لهم اوديكم للجنة، بتردون جنة، ضربة مع السيف جنة، يلا قوموا. بححت من الندى هل من مبارز صوتي بح، كان بس علي يقوم أنا له يا رسول الله، يقول له يا علي إنه عمرو ابن عبد ود، قال يا رسول الله وأنا علي بن أبي طالب. النبي يدري هو علي، من يقول له إنه عمرو يدري، بس يريد يسمع ذولا اللي صاروا سباع بعد وفاة النبي، يعني يهجمون على بيت مرة وأطفاله يحرقون بابها، رجولتهم بس بهاي طلعت لما يهجمون على الزهراء ويدرون زوجها مكتف بالوصية، يا علي اخرج وإلا أحرقنا عليك دارك نارا. وين كنتوا بخيبر؟ مرحب وين كنتوا؟ عمرو ابن عبد ود وين كنتوا؟ وين كنتوا بهاي زلم؟ لكم الغنم وعلى آل البيت الغرم، أهل البيت كانوا يدفعون ضريبة دم ويوصل وقت الكرسي لكم، لكم الغنم وعليهم الغرم. هالشتولات هاي وانعوجة الأمة الإسلامية ذاك يوم لليوم عوجة. ولا صلاح لها إلا بسيف المهدي، لا صلاح لهذه الأمة إلا بسيف المهدي، وإرجاع المياه إلى مجاريها، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وإلا انعوجت الأمة ولليوم عوجة وتبقى عوجة. الحق مع علي وعلي مع الحق. من عافة الأمة علي، يعني عافة شنو؟ عافة الحق وراحة الباطل. نقطة راس سطر، لا حد يقشمرنا بشعارات رنانة وكذا لو حق لو باطل، شيء ثالث ماكو شيء ثالث. لو ضلال يو هدى، شيء ثالث ماكو. لو الله لو ابليس، شيء ثالث ماكو. نضحك على ارواحنا. الحق تمثل بمحمد وآل محمد حصرا. لا وجود للحق مع غير النبي وآل النبي. اللي يقول لكم غير هذا يقشمركم. الحق في النبي وآله وبس ماكو غيرهم. الحق فيكم ومنكم وإليكم وأنتم معدنه، كما في زيارة الجامعة الكبيرة. مبداه منتهاه ميراث النبوة عندكم، آيات الله لديكم، عزائمه فيكم، نوره وبرهانه عندكم. بس هم ماكو حق عند غيرهم أبدا.
بل قال ما شككت بنبوة محمد إلا يومئذ. النبي قال له ليش شكيت بنبوتي؟ قال له أنت قلت ندخل مكة وما دخلنا. النبي غير يصير صادق. النبي قال له أنا قلت لك ادخل مكة، بس قلت السنة ندخل مكة. أنا قلت ندخل مكة، السنة الجاية راح ندخل مكة. أنا ما قلت السنة ندخل، قلت ندخل مكة. قال له لا أنا شكيت بنبوتك. هذا نظر للأمر نظرة أبناء شنو؟ أبناء الدنيا، مو بالمعيار الإلهي.